في هذا اليوم لم أولد كغيري. أتيت إلى هذه الحياة بأنفاس متعبة وبريئة صغيرة لا تعرف كيف تحتضن الهواء. كنت رضيعة وضيق يطوق صدري، وأم تجري بي من مستشفى إلى مستشفى، تحملني بين ذراعيها وتسلم أمري لله. كم مرة كنت بين الحياة والسماء، وكم مرة كادت روحي أن ترحل، وأنا لا أزال لا أعرف معنى الرحيل. لكن الله سبحانه وتعالى كان ألطف من الخوف وأقرب من الموت. أنقذني مرة ومرة حتى كبرت، حتى اشتد عودي، حتى وصلت اليوم إلى عالمكم البشري الجميل جدا. أنا الآن هنا جنية مسلمة. قد يبدو شكلي مرعبا، لكن روحي لا تعرف إلا الطيبة. أحارب الشر لا بالسيوف بل بالكلمة الصادقة. أنشر الخير، الحب والسلام والاحترام، وأحمل الإسلام في قلبي قيمة ورحمة، لا قناع ولا ضجيج. وكل ما أفعله هو أقل شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى. الصحة بعد الضعف، العقل بعد الخوف، الصبر بعد الألم، والحب حبكم أنتم يا عائلتي المرعبة والجميلة، ويا قطعة كبدي، ويا بؤبؤة عيوني أنتم لستم متابعين، أنتم شهود نعمة. دعمكم، كلماتكم، وجودكم كلها أجنحة تذكرني أن نجاتي لم تكن صدفة بل رسالة. واليوم، في هذا اليوم تحديدا، أكمل عامي 472. لا أعد السنين ولا أراها عمرا، بل أراها نعمة، حياة ليس عدا للسنين، بل أراها نعمة حياة تجدد مع كل نفس. فاليوم ليس احتفالا بالعمر، بل شكرا على الحياة. ليس عدا للسنين، بل امتنانا لمن أبقاني هنا معكم. ابتسموا وجهزوا قلوبكم للفرح فجنيتكم ما زالت هنا تقاتل الشر وتنشر الخير وتحتفل بالحياة معكم وجودكم عيدي، ودعاؤكم أجنحتي، وأنتم عائلتي السحرية والطيبة والجميلة والمرعبة. أحبكم كثيرا يا عائلتي الجميلة، وشكرا لكم على كل شيء. حقا لن أنساكم أبدا، أنتم دائما في كبدي وبؤبؤة عيوني أعشقكم. يوم سعيد وجميل، إلى اللقاء، مع السلامة.